بهذا الفيديو رح نلخص فيلم مونتاج ورح يكون فيديو دسم ومحتاج تركيز، فلهيك خليكم مركزين ومصحصحين معي مشان نقدر نفهم. فخلونا نبلش. فبأول الفيلم بنشوف المحقق تشونغ ويلي بيكون رايح على البيت لعند كيونغ. شباب من هلا الأسماء فوق ببعضها، ولا هيك؟ أنا ركز. وكيونغ بتكون خسرت بنتها بجريمة صارت قبل 15 سنة، خطفوا لها بنتها بعدين طالبوها بمصاري وبعد ما أخذوا المصاري قتلوا لها بنتها. فبيكون المحقق بده يقول لها إنه فترة القيد تبعت الجريمة رح تنتهي. بالقانون الكوري بس توصل القضية بدون ما تنحل ل 15 سنة الدولة بتنسى هي القضية، يعني حتى لو بين الفاعل أو القاتل أو المجرم بعد هذه الفترة ما بقى بيعملوا له شيء. يعني فجريمة القتل تبعت بنتها لكيونغ إلى 15 سنة بدون ما يلاقوا الفاعل تبعها، فلهيك بدهم يقولوا لها إنه بعد 5 أيام رح تنتهي فترة القضية. بيكون عند كيونغ بالبيت جميع أنواع الأدلة، كل شيء له علاقة بالجريمة موجود عندها بالباب، من ملفات لأوراق لتسجيلات للقاتل نفسه وهو عم يحكي معها. فلما بخبروها بتبلش تبكي وما بتكون رضيانة عن هالأمر نهائيا. بالنهاية هي خسرت بنتها. المحقق مبين عليه تأنيب الضمير إنه ما قدر يحل هاي القضية، فبيرجع بيروح لمسرح الجريمة مرة تانية محل ما ماتت البنت. بس هونيك بيشوف وردة بيضة جديدة محطوطة على الأرض محل ما ماتت البنت. فاتصل سألها لكيونغ إنه هي إجت على مسرح الجريمة شيء، قالت له إنه لا. وهون عرف إنه القاتل رجع لمسرح الجريمة، فبينتبه إنه في كاميرا مراقبة على الطريق. ولما بيروح ليتفحصها بيشوف إنه في شخص ملتم ما مبين منه شيء نهائيا حط هاي الوردة بعدين اختفى. فراحوا لفقوا الاتجاه يلي راح منه القاتل، فبيكتشفوا انه هو ركن سيارته فوق على التل بعدين نزل لمسرح الجريمة. فاخذوا صور للعجلات تبعت السيارة، ومن كاميرا المراقبة نفسها اخذوا ارقام لوحات السيارات اللي كانت موجودة بهداك الوقت مشان يشوفوا اذا في اي سيارة كان عليها كاميرا من قدام وقدرت تصور سيارته للمجرم. فبالفعل لما بيلاقوا سيارة فيها كاميرا بينتبهوا انه في سيارة جاية وما كانت مبينة على كاميرا المراقبة، بس لوحة السيارة بتكون مغطية وما بيبين منها اي شيء نهائيا. فقدروا يعرفوا نوع السيارة وهن معهم صور للعجلات تبعتها، بيبلشوا يبحثوا عن كل سيارة بسيارتها ليشوفوا إذا رح يقدروا يلاقوها. يعني حرفيا 5 أيام لتنتسى جريمته لهذا القاتل نهائيا، بس قرر يرجع لمكان اللي ماتت فيه البنت ويحط وردة بيضة. كيف؟ ليش؟ مين؟ بعدين رح نعرف. بس بعد محاولات كتير وتدويع السيارة بكل أنحاء المدينة والمناطق اللي حواليها ما بيلاقوا شيء نهائيا. بس لما المحقق يرجع ليشوف التسجيل تبع الكاميرا ينتبه إنه في طبعة مميزة على الزجاج تبعها من قدام. فبعد معاناة طويلة وبحث مستمر ما قدروا يلاقوا أي شيء نهائيا. فباليوم الأخير يلي رح ينتهي فيه القيد تبع القضية بيكون المحقق قاعد بالسوق، فبيحكي رفيقه وبيقول له إنه أنت بالسوق لساتك وأنا جاي لعندك ومن هالأمور. بهالأثناء يلي بيكون عم يحكي معه بتكون كيونغ رايح على مركز الشرطة كمان مشان نشوفه للمحقق، فبتسمع إنه المحقق بالسوق فبتروح لعنده كمان. بس بعد ما سكر المكالمة بينتبه إنه في سيارة قدامه تقريبا نفس المواصفات يلي عم يدوروا عليها. فلما بيروح يشيك عليها بينتبه إنه عليها نفس الطبعة اللي شافها بالتسجيل وآثار العجلات نفسها يلي بالصور معه. فهذا الشيء بيعني شيء، هذا الشيء بيعني شيء فهذا الشيء بيعني انه القاتل موجود قريب على المحقق. فالمحقق بيقوم بيطلع حواليه وبينتبه انه في شخص لابس اسود ومعه شمسيه عم يطلع عليه، فبيلحقه بس هداك بيهرب وبيفوت بالعجقه وبيفوت بيقعدوا بقلب مطعم. بينتبه عليه المحقق جوا وبيفوت لعنده، ولما بيقرب المحقق لعنده بيقوم على العجله بيضرب المرأة اللي عم توزع الاكل. بحاول المحقق يلحقه بس هداك بيركب السياره وبيهرب. وهي الاثناء مين بيكون موجود بالسوق؟ كيونغ. فبيقول للمحقق انه هذا القاتل بس انت بيهرب منه. ولما بيروح ليتبعوا رقم لوحه السياره بيكتشفوا انه اللوحه لسياره قديمه بس المجرم شالها عنه وحط على السياره دبته مشان ما حدا يقدر يتبعه. بيكون ضايل ساعتين لينتهي القيد تبع القضيه. فبيقول للمحقق لكيونغ انه خلص اتركيها بقى وما بقى فينا نعمل شيء نهائيا واستسلمي. فكيونغ ما بتستسلم وبتروح على المطعم يلي كان موجود فيه القاضي. والمفاجأة هونيك انه بيكون نسيان المظلة تبعته. فلما بتفتح كيونغ لهي المظلة تشوف انه مكتوب عليها اسم بنك معروف. فاليوم اللي بعده بيكون المحقق بده يحرق كل شيء أدلة جمعها عن هذه القضية على مدار ال 15 سنة لانه خلص ما بقى في منها فايدة. بهي الاثناء كيونغ بتبعت له رسالة صوتية بتقول له انه هي بدها معلومات عن كم شخص كخدمة أخيرة بعد ما خلصت القضية. بس المحقق لما سمع انه هي بدها معلومات اسا فسكر المكالمة فورا وما بقى رد عليها. فبتروح كيونغ على البنك وبتسأل عن هي المظلة، فبيقولوا لها انه نحن بنعطي هي المظلة للاشخاص الفي اي بي عندنا بالبنك. فطلبت كيونغ من الموظفة انه تعطيها قائمة بكل اسماء الفي اي بي عندهم بالبنك مقابل مبلغ معين، يعني غريتها بالمصاري وقدرت تاخذ الاسماء. فبتبلش تدور
تدوّر وتبحث وتشطب وتعمل لحتى ما بتوصلت لكم اسم بعتيته للمحقق، وهدول هن نفس الأسماء اللي طلبت معلومات عنّا بس هو ما رد عليه. بعد كم يوم من انتهاء القيد بيكون في شخص عم يلعب حفيدته قدّام الباب، بس بيسمع إنه التليفون تبع البيت عم يرن، ولمّا بيطلع ليرد بيسمع صوت حفيدته عم تحكيه. ولمّا بيطلّع عليها بيكتشف إنه اختفى، يعني البنت انخطفت من قدّام الباب، فبيخبّروا الشرطة والشرطة بتيجي بتعبّي الباب مشان إذا رجع اتصل الخاطف يقدروا يحددوا موقعه وهالأمور. بيكون حاطين الجثة تبع البنت يلّي انخطفت اللي هو اسمه تشول بالحديقة مشان إذا رجع اتصل فيه الخاطف، فبيسمع إنه في تليفون عم يرن بين الشجر الصغير يلّي بالحديقة، ولمّا بيرد عليه بيكتشف إنه الخاطف هو اللي عم يحكيه. بيحاول يخبّر الشرطة بس الشرطة ما بتكون منتبهة عليه. لمّا تجيب شرطة من علي إكسبرس فبيقدر الخاطف يستدرجوا لتشول على كوخ صغير بقلب الغابة، بيكون حاطط بقلب هذا الكوخ مسجلة فيها تسجيل صوت للحفيدة تبعته اللي اسمها بوم، ما بعرف إذا قلت لكم اسمها بوم. فبيستدرجوا لجوا وبيحبسوا، فبيرجع يتصل الخاطف بالام وبيقول لها تجهز مبلغ معين وانه هو رح يحكيها بالوقت والمكان اللي رح تسلم فيه المصاري مشان تاخد بنت. فبتقدر الشرطه تحدد موقع المكالمه، فبتكون طالعه من قلب حديقه فيها هاتف عمومي. بس الغريب بالموضوع انه الخاطف مسح كل البصمات الموجوده على التليفون، يعني التليفون ما عليه ولا بصمه وحده، بس بيكون في سيجاره مرميه بالارض بياخدوها مشان يروحوا يشوفوا اذا عليها بصمات. بس الشيء الغريب بالموضوع انه لما رجعوا لتسجيل المكالمه بيكون في صوت زحمه وسيارات بالخلفيه تبعت المكالمه، بس الحديقه اللي حكى منها الزلمه بعيده عن كل مصادر الازعاج، يعني ما في زحمه ابدا حواليها، حتى الناس قليل كثير لحتى تروح عليها. رجعوا تقدموا من الموقع طلع الموقع صحيح، حتى الهاتف مسجل مده مكالمه نفس مده المكالمه يلي حكى فيها الخاطئ. احلى شيء انه تشول اختفى فجاه هيك وما حدا سال عنه ولا حدا عم بيقول وينه. فبالليل بيرجع يتصل الخاطف وبيقول لها للام انه هلا رح تمرق شاحنه زباله من قدام الباب، فتشي فيها منيح لانه جواتها رح يكون في دليل انه بنتك لساتها عايشه. فبتنزل الام ركض لقدام الباب، فهون بيعطونا فلاش باك لكيونغ لما خطفت بنتها، والخاطف بعت لها نفس الدليل انه بنتها عايشه واللي هي صوره قلب كيس زباله بقلب هي الشاحنه. يعني الخاطف والمجرم اللي ارتكب الجريمه من 15 سنه عم يرجع يعيد جريمته. فبالفعل بتلاقي صوره وهي تماما نفس الصوره ونفس الطريقه اللي صور فيها الخاطف بنتها لكيونغ، يعني هذا دليل حسمي انه القاتل والخاطف هو نفسه. ولما بيرجعوا له يدوروا بالقضايا بيشوفوا القضيه تبعت بنتها لكيونغ واللي هي نفس ترتيب الاحداث يلي عم تصير عن جديد. بيحاولوا يدوروا بالادله بس ما بيلاقوا غير ورقه واحده واللي هي كان الصوره التشبيهيه تبعت القاتل وعليها اسم المحقق تشونغ والرقم تبعه. فلما بيروح المحقق بالقضيه الجديده على بيت تشونغ بيطلعوا اثنيناتهم رفقه من لما كانوا صغار. فلما اجى يسالوا عن القضيه اللي صارت قبل 15 سنه بيقول له انه طلب مبلغ معين محطوط بقلب شنطه والمكان كان بمحطه القطار، بس قال له انه وقتها كان في زحمه وكان في جنود نازلين من القطار. وقتها قدر يتنكر بزي واحد من الجنود وقدر ياخذ الشنطه وهرب، بس وقتها ما كانوا هاتين له مصاري حقيقيه بقلب هي الشنطه. فبالفعل بيتصل الخاطف من جديد وبيخبره بنفس المكان والزمان وكل التفاصيل يلي صارت قبل 15 سنه، بس هالمره المحقق تشونغ بيعرف شو بده يعمل القاتل وبده يسبقه بخطوه. فبالفعل الاحداث نفسها بترجع بتصير والخاطف بيقدر ياخذ الشنطه ويهرب، بس هالمره تشونغ بيكون سابقه وبيقدر يلحقه. فلما قرب تشونغ عليه حاول يرمي الشنطه على الجهه الثانيه من السوق، بس وقتها تشونغ بيقدر يمسكه، والمفاجأة انه بيطلع هو الجد نفسه يلي هو تشول يلي انأخذ وانحبس بقلب كوخ بالغابة. ولما اخذوه ليحققوا معه بيقول لهم شو صار معه بالضبط، وانه باليوم اللي بعده بعد ما الخطف بيفتح عليه الباب القاتل. ولما يرجع على السيارة تبعته فاتصل فيه الخاطف وقتها وقال له انه بتلبس الزي العسكري وبتروح على المحطة وبتعمل كذا كذا وبتاخذ الشنطة وبترميها ورا السور تبع محطة القطار والبنت رح تترك لك اياها بالجهة الثانية. بس لما بيدخن سيجارة وبيطفيها بينتبهوا انه طريقة طفي السيجارة نفس السيجارة اللي شالوها من محل الهاتف العمومي، وبالمناسبة السيجارة اللي اخذوها ما كان عليها بصمات، يعني هذا الشيء برجح انه الخاطف وقت الحكى معهم بيكون لابس كفوف. فلما بيروح ليفتشوا بيته لتشول بيكتشفوا انه مكان تصوير الصور تبعت البنات المخطوفين هو نفسه ببيته للزلمه. لما بيجي بيواجهوه لتشول بالادله بيرفض يعترف نهائيا وبيقول لهم انه ما انا اللي عملت هيك وانه في شيء غلط بالموضوع، بس اني قرروا انه ينهوا القضيه وحسب الادله ويعتبروا انه تشول هو المجرم. بس المحقق تشونغ لسه لهلا مانو مقتنع بالامور وحس انه في شيء غلط. فبيجي بيقول له هون رفيقه كلام كتير حلو واللي هو ليش حتى شخص محترف قادر انه يمسح بصمات عن التليفون وما يترك اي بصمه نهائيا يترك السيجاره على الارض بهي الطريقه الواضحه والغبيه. بعدين بما انه السيجاره ما كان عليها بصمات فهذا الشيء يرجح انه الشخص كان لابس كفوف، واذا لابس كفوف معناتها بصماته ما راح تنحط على التليفون العمومي. بس ليش مسح البصمات؟ لو ما مسحهم بيكون في مشتبهين فيه
بزيون كتير لأنه العالم بتستعمل التليفون العمومي بشكل كتير كبير، Really, nigga? وبيكون في أشخاص كتير كبيرة بدايات الشك، وهذا الشي بيبعد الشبهة عنه للمجرم. حكي منطقي كتير، بس صاحبه هون بيرفض يعترف بكل الحكي اللي قاله تشونغ، بيقول له إنك أنت بس غيران لأنك ما قدرت تحل القضية قبل 15 سنة وبسبب أغلاطك، وهلا لأني أنا حليتها أنت غيران مني وما بتتمنى لي الخير ومن هالأمور. فبيقول له أنت رحت للمكان يلي انحبس فيه تشون وطلعت إذا في أي أدلة أو أي شيء ممكن يساعدنا؟ بجاوبه هداك بكل غباء إنه لا. فبيروح تشونغ لهذا الكوخ وبيشوف التسجيل يلي كان محطوط عليه صوت البنت اللي عم تحكي لتشون، اللي هو انخدع فيها على اساس انه هي حفيدته جوا الكوخ. فبياخدوا لهذا التسجيل وبيخليه معه، ولما بيرجع لمقر الشرطه بيكونوا بدهم ينهوا القضيه نهائيا على انه تشول هو المجرم. فبيحاول تشونغ يقول انه في شيء ناقص وطولوا بالكم يا شباب وفكروا شوي وخلوكم معنا، فبيزلوا له كرامته شوي للزلمه وبيكعروه. بعدها بيجي فيه لتشونغ لعنده بيقول له انه نحن فحصنا صوته لتشول عرضهم لهالاسماء، وطلعت البصمه الصوتيه تبعت تشول نفس البصمه الصوتيه للخاطف والشخص اللي اتكلم من الهاتف العمومي. يعني هذا دليل واثبات زياده على انه تشول هو اللي خاطف، هو اللي حكى معه من الهاتف العمومي. فبيروح لعند خبير الصوتيات اللي اشتغل معه قضيه قبل 15 سنه، بس بيكتشفوا انه في شيء غريب بالتسجيلات، وهن اكثر من شيء غريب، واللي هن انه بالتسجيل بين الام والخاطف بالجريمة الجديدة اللي كان بالخلفية في صوت ضجة سيارات وزحمة، الصوت تبع الأم مبين إنه واضح، أما الصوت تبع الخاطف مبين إنه الصوت مكرر أكثر من مرة، يعني مسجل، يعني صوت الخاطف كان على تسجيل. الشيء الثاني الأغرب واللي هو لما تكلم الخاطف مع الأم وقال لها إنه الدليل موجود بالشاحنة اللي رح تمرق من قدام البيت، طلع هو صوت القاتل نفسه. وقصدي كلمة نفسه يعني نفس الكلام، نفس النبرة، نفس التنفس، نفس كل شيء، بس الصوت رديء، يعني كمان الصوت مسجل. والشخص الوحيد يلي عنده هي التسجيلات غير الشرطة واللي هو كيونغ. فهون المحقق بيتذكر انه كيونغ عندها كل التسجيلات وعندها كل الادلة بالبيت تبعها، يعني كيونغ هي المجرمة. شو عم يصير؟ بيرجع المحقق تشونغ وبيسمع الرسالة الصوتية اللي بعتت له اياها كيونغ، فعرضوا من هالاسماء، وهي ما طلبت معلومات عن عدة اشخاص، واحد من هي الاشخاص يلي طلبت معلومات عنه هو هان تشول، يعني هو نفسه الجد. استوعبتوا ولا لا؟ حلكم. بعد ما تجاهل المحقق كيونغ لما طلبت المعلومات عن هالاشخاص، قررت هي تكفي الطريقة لحالها وتدور وتجمع المعلومات عن هالاشخاص، فتوصلت لبيت معزول لتشول. ولما رحت على هذا البيت ما كان في حدا بقلب البيت نهائيا، فبتلاقي بقلب هذا البيت روزنامة عليها تاريخ انتهاء القيد تبع القضية. وهون عرفت انه هان تشول هو الخاطف والقاتل تبع بنتها. كانت كيونغ بدها تقتله بس تراجعت، فقررت انه تنتقم منه بطريقتها وانه ترتكب نفس الجريمة اللي ارتكبها هو مشان يفكروا انه هو ويحبسوه. ان كيدهن عظيم. رجعت ارتكبت الجريمة بكل حذافيرها وبكل قصصها واحداثها بالتفاصيل الصغيرة مشان تاخد حق من تشول يلي قتلها بنتها. طبعا اكيد التفسير على انه كان في زحمة بالمنطقة اللي حكى منها القاتل اللي هو انه التسجيل القديم لتشول لما حكى معهم كان جوا وسط المدينة، كان في زحمة وهيك، بس هي لما اخذت هذا التسجيل واستخدمته مستقبلا اخذت محل هادئ. فهون المحقق تشونغ بيقدر يحدد موقع لكيونغ، فبيروح لعنده وبالفعل بيكتشف انه هي يلي خطفت بوم. بس حكت له شرحت له كل شيء وشرحت له انه هال تشول هو اللي خطف لبنتها وقتلها. طلبت منه انه هي ما رح تسلمه البنت لحتى يحكموا على تشول بالحبس او الاعدام، يعني ياخذ حقه بالقانون، بعدين هي رح ترجع البنت. بيروح تشونغ على السجن لحتى يشوف ولد تشول، بيقول له ليكنا بعد 15 سنه قدرت اني لاقيه. بيحاول تشول انه ينكر، بس بعد ما حطه تحت الامر الواقع والادله اللي ضده بيعترف انه هو يلي تسبب بموت البنت، بس ما كان قصده، هو كان بده المصاري مشان يعملها لبنته عمليه قلب. فلما اعطوه مصاري مزوره بمحطه القطار وقدر يهرب منهم، تواصل مع الام اللي هي كيونغ وطلب منها مبلغ وتروح على محل معين لحالها مشان يسلمها البنت. فلما كان بده ياخذ بنتها مشان يسلمها اياها، البنت بتضربه وبتهرب منه، بعدين بتصحى عن التله بتوقع عن الجبل وبتموت. فلما بتروح كيونغ تلحق بنتها بيروح هو على السيارة بالسر وبياخد المصاري وبيهرب. فبيقول له المحقق انه حفيدتك بوم هي معي واذا بدك اياها اعترف، بس اعترف انك اخطفتها واختفت وقتلت البنت هديك. طبعا هداك مشان يرجع حفيدته بيعترف وبيحكموا عليه بالسجن 15 سنة، اللي انا شايفها قليل كثير بحقه. وكيونغ نوعا ما بترجع بتحس بسعادة لانها لقيت الشخص يلي قتل بنتها. ولهم بيكون خلص الفيديو. اذا عجبكم لا تنسوا تتركوا 500 مليار لايك وباي.